يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا. اتفضل. أهلاً وسهلا. منور الدنيا طبعا. بنورك والله. منور الدنيا. يعني مش عارف اقول لك ايه. ما تقولش. خليني افكرك بحاجه بس. طبعا. يعني انت صاحب عمر، شرف لي والله. يعني بعتبرك ابني في الفيلد بشكل ما. يعني انت اصلا كده كده كنت سابق بمراحل، بس يعني خلينا نقول في البيزنس، مش في الماركتينج ولا في الادفرتايزنج، بس في البيزنس. حقيقي. يعني حقيقي جدا. هعتبرك ابن، وحاجه تشرف. شرف ليا. الله شرف يخليك ليا. حبيبي. ما تيجي نعرف نفسنا؟ ايه رأيك؟ انا يلا. عشان الناس، ما احنا انا مين؟ شايف انتوا كده. مين؟ انتوا فاهم؟ طالعين تقولوا ايه وليه وازاي، صح. والجو ساقعة بس يلا. ونيو يير. نيو يير. نيو يير، كل هابي سنه نيو وانت يير. طيب، كل سنه وانت طيب. يعني ده هابي نيو يير الغلابة. مم. اتفضل. ابتدي بنفسي. انا كريم عمرو. مم. اتخرجت من تخطيط عمراني، مم. فانا في الاساس مهندس معماري، ايوه ده حقيقي. وعملت شيفت للكارير من ساعة تالتة جامعة تقريبا أو رابعة جامعة بالتحديد. مم. وابتديت أشتغل في مجال اكتشفته بالصدفة وغير حياتي بصراحة. مم. بشتغل برودكت ديزاينر، وفي ناس تانية بتقول عليه يو اكس يو اي ديزاين. مم. الحمد لله بقالي 11 سنة هناك، مم. ويعني ما بشوف شاء الله. ربنا كاتب لي إيه هناك. يعني ودينا بنسعى. صح. الساعة ايه؟ صح. 9. 9. 9. بقت 11 بس جينا 9. بس جينا 9. صح. انا محمد مغاوري، 37 سنة. بشتغل في الادفرتايزنج من وانا عندي 10 سنين. ما شاء الله. شركة والدي اشتغلت معاها لحد فترة الجامعة، وبعدها حصلت ظروف اشتغلت في اكتر من فيلد، الستور بروموشن والاكتيفيشنز والحاجات دي. وبعدين اتخصصت اكتر في الادفرتايزنج بتاع الاوت دورز والبريس، وشوية شوية دخلت في الميديا برودكشن مع فنون مصر، شادي مقار. واحد من العباقرة في الفيلد يعني. وبعدها بشوية اشتغلت في الادفرتايزنج والماركتينج 100%، السكوب بقى، سواء ديجيتال اوفلاين اي تي ال بي تي ال، كله بشكل كبير. اشتغلت في ايجنسيز كتير، فتحت الايجنسي بتاعتي، قعدت فترة لطيفة، اشتغلت مع شركات ضخمة في مصر وبره مصر. وبعدين حاليا شغال هيد اوف براند مانجمنت وكاستمر سيرفيس وسي اس ار في شركة استادات الاستثمار الرياضي، واحدة من أكبر الشركات في مجال الاستثمار الرياضي دلوقتي في مصر، وخليني أقولها كمان في الميدل إيست. وبتشرف إن أنا جزء من بداية النجاح ده لحد النهاردة. والله يعني ده شرف ليا إن أنا قاعد معاك في الشرف الأصل ليا يعني. والله يا كريم. والله حبيبي. والله. بس يعني انت عديت في حاجات كتير. رحلة طبعا. ما هو الفكرة، هي الفكرة كلها في بعض السعي بيقولك ايه، مش كل السعي متشاف، مش كل السعي هتشوف نتيجته النهاردة. هي دي القضية. يعني انا يوم ما اشتغلت في مجال الادفرتايزنج والماركتينج مع شركة والدي الله يرحمه، لا انا ما كانش في دماغي ان انا هكمل في الفيلد. بس في سن معين وانا في الشركة تخيلت نفسي ان انا هكمل في الفيلد ده. يعني لما دخلت فترة جامعة، اقدم شرطة، اقدم حربية، لا انا هكمل في المجال ده. حتى لما قفلت الشركة، بأيا كانت الظروف، سواء ماليا او ظروف صحية لوالدي، انا كملت في الفيلد في شركات تانية، اتعلمت منهم كتير جدا. وكان الانستور بروموشن والاكتيفيشنز والحاجات دي كانت لسه برضو فريش، والسوق بيفتح بشكل ما قبل ثورة يناير. واتعلمت حاجة معينة، انه بجد فكرة انك تصحى من 9 الصبح مش شرط عشان تبقى سبب للنجاح. في ايام انت كنت بتسهر باليومين والثلاثة وتريح يوم كامل. فهو الفكرة السعي هو انك تسعى وما تستناش النتيجة النهاردة ولا بكرة، بس لازم تبقى شايفها جواك، وانك اتعلمت حاجة في اليوم ده، اليوم اللي انت سعيت فيه. بس يعني الجملة بتاعت السعي، مش كل السعي بيتشاف، ومش كل السعي بتشوف نتيجته النهاردة أو بكرة.
يعني سمعت معايا لانه بترجعني انا شخصيا لما ابتديت اشتغل. امم ما كانش الهدف من شغلي او لان انا ابتديت اشتغل وانا في الجامعه، امم والجامعه الكليه بتاعتي كانت كليه عمليه جدا، امم والوضع فيها كان صعب. مع الشغل الوضع كان اصعب، لان انا كنت بخلص جامعه الساعه 6 7 بالليل، اروح الشغل 7 اوصل 8، لان كنت في جامعه القاهره وبشتغل في النزهه الجديده امم ايام صلاح سالم لما كان صلاح سالم. مدافع العروبه اهو. ايوه. بالظبط. فكنت باخد ساعه ونص ساعتين في الطريق، وبعدين اروح تاني في المقطم. بس ما كانش الهدف بالنسبه لي حاجه غير ان انا عايز اتعلم، امم عايز اجرب، عايز اشوف انا هعرف اعمل حاجه هنا ولا لا. امم وما كنتش اعرف ان ده الكارير اللي انا هكمل فيه. انا كان بالنسبه لي طيب انا بسلي وقتي شويه، المجال لذيذ، اتعلمت حاجه جديده وبجرب، وكده كده هتخرج واشوف بقى انا هشتغل ايه. لسه ما كانش في دماغي ده. وبعدين لقيت نفسي بمشي، وبعد 11 سنه بقى عندي كيان، او على الاقل بقيت واثق في خبرتي اللي انا قضيتها في المجال ده. ما كانش ده اللي انا مخطط له من 11 سنه، بس كل اللي كان عليا اعمله ان انا احاول اجرب حاجات جديده. وما كانتش دي الحاجه الوحيده اللي انا بجربها، يمكن الفتره اللي احنا اتعرفنا طب فيها على انا بعض. هسألك عن حاجة في بداية يعني ما بدأت الكارير او دخلت الكارير. ايه اكتر لحظة حسيت فيها بالاحباط، واللي هو انا فين وبسعى ازاي؟ ايه الطريق اللي انا ماشي فيه ده؟ هو ده صح ولا غلط؟ وفي البدايات بالذات وسنك صغير، لانه هي دي اكتر حاجة ممكن تبقى بجد الناس كلها عدت بيها، ولحظة صعبة صح. كريتيكال يعني. فقول لي كده. مش هقول عليها احباط، هقول عليها توهان. وكانت بالنسبه لي لحظه فارقه جدا. بعد نتيجه التخرج، انا سلمت مشروع التخرج واتخرجت والنتيجه طلعت، وبقيت في النص ما بين هل انا هكمل في البرودكت ديزاين او اليو اكس ويو اي اللي انا بشتغل فيه بقالي سنتين وعمال بكتشفه واتعلمت فيه حاجات كتير. ده كان سنة كام؟ ده كان 2015 2016. ده بداية الانطلاقة الكبيرة بتاعت البرودكت ديزاين يعني. صح. ساعتها ما كانش في ناس كتير، وانا على لينكد ان لما كنت تكتب يو اكس يو اي ديزاينر بيطلعني رقم 6 مثلا رانكينج في مصر. فكان بالنسبه لي طيب انا هشتغل مهندس. وانتوا كنتوا 6 اصلا يعني. احنا كنا 12 واحد بالظبط. بالظبط. ايوه. فتوهان بقى، كانت لحظه توهان جدا. هل انا هكمل هنا ولا اجرب الهندسه؟ انا ما جربتش شغله العماره دي ولا مره، ولا تخطيط عمراني، ولا نزلت مكاتب استشاري، ولا نزلت تريننجز، ولا اي حاجه. لان وقتي في وقت الفراغ بتاعي كنت بقضيه في ان انا بذاكر ده. اكتر لحظه بقى يعني، اديني موقف، اديني شغلانه دخلتها او حد قال لك هجرب اشتغل معاك وفجاه لقيت نفسك ايه اللي انا فيه ده؟ اشتغلت وما اخدتش فلوس، او ما اتعلمتش حاجه، او اتضحك عليك يعني يعني احكي لي كده. ايه احكي لك قصه لذيذه جدا. اشتغلت بعد ما اتخرجت، اشتغلت في شركه فارماسيوتيكالز. ما كانش عندهم الديبارتمنت دي، وقالوا لي تعالى، مع اني كان لسه سني صغير. بس قالوا لي تعالى انت هتعلمنا ازاي نعمل الديبارتمنت دي بتشتغل ازاي، وايه الابعاد، وايه طرق الشغل بتاعتها. يعني هنجرب مع بعض وانت هتدينا من خبرتك ونشوف. وبقيت فعلا بشتغل مع مديرة الشركة دايركتلي، كل يوم بنقعد مع بعض. يعني انا بخلص. مين مديرة الشركة ايه؟ اللي هي الام دي يعني هي المانجنج دايركتور. ايوه ماشي. ايه مديرة الشركة؟ هي اللي بتدير هي فارماسيوتيكال ولا صيدلية ولا ايه؟ يعني المديرة، هي مديرتي. فكل يوم بخلص شغل الساعة 5 ماشي، وبعدين نقعد انا وهي مثلا لحد 8 9 بالليل نعمل برزنتيشنز ونظبط حاجات عشان برضو نديكيت بقيه التيم وكده. جيت في اخر الشهر رحت اقبض، بغض النظر عن ان المرتب اصلا كان قليل وما كانش ده اللي فارق معايا، بس لقيت المرتب مخصوم منه 60%. اللي هو كان كام؟ اللي هو كان 3000 جنيه. انا قبضت ساعتها تقريبا 1100 1000 جنيه حاجه كده يعني. ايوه. طب ليه؟ ما انا مش فاهم يا جماعه. طب ما انا باجي كل يوم. انا قصرت في ايه؟ ما عملتش حاجه. ما عملتش حاجه خالص. فرحت اسال الاتش ار. طبعا الاتش ار عملوا عليا شويه حركات كده وقالوا لي تعالى بكره، بس انا مش فاضيين النهارده. أيوه. ولفيت لفه كده مدام عفاف مش عارف. ايوه. وبعدين لقيتهم بيقولوا لي اصل انت بتمشي كل يوم بدري. الله. التايم الفينجر برينت بتاعتك بتقول ان انت بتمشي كل يوم بدري. اوكي. ما بمشيش بدري يعني، انا بشتغل معاها مديرة الشركه وما بمشيش بدري، احنا بنقعد لحد بالليل متاخر. طب ايه اللي حصل؟ قالوا اصل انت اخر فينجر برينت ليك دايما الساعه 1 الظهر.
حضرتك انا ببقى جاي تاني يوم بايت في الشركه. ماشي نص اليوم اللي بعد. قول والله. لا بس هو ده اللي حصل. ايوه بس يعني كانت انت بتبقى المشكله انا مطبق نزلت اشتري، فماشي. لا انا بنزل اشتري حاجه مثلا في نص اليوم واطلع، اوكي ففي فينجر برينت بره الباب بدوس عليها الباب بيفتح، اوكي بخش اوكي. خلاص بقعد اشتغل وكل حاجه، وانا خارج بقفل الباب ورايا وانزل. اكتشفت بقى ان انا كان المفروض وانا خارج احط صباعي احط صباعي، بس ما كانش بالنسبه لي بيميك سنس. يعني انا اول ما اشتغلت بجد فكرت في الموضوع ده، طب انا ممكن اكون فعلا لازم احط صباعي، بس انا بحط صباعي الباب بيفتح، بس انا نازل مش عايز الباب يفتح، مش هقفله تاني خلاص قفلت. بس بقى فخصموا لي خدتهم طبعا ولا؟ بص بقى عملت مديرة مشكله. الشركه بقى، مديرة الشركه مانجنج دايركتور بقى بعت في لها ايميل قلت حاجه. لها قولي لهم حاجه. ايميل ايه؟ انت كنت شغال معاها؟ بس لازم انت احط بقى ميل وسي اصل سي مديرة الناس الشركه دي وبتاع. ليها مدير كمان، اوكي. اللي هو مدير سي او المجموعه. بقى سي او الجروب. صح ماشي صح. اوكي. بس ده كان الموقف بقى الألذ من كده في نفس الشركه، وده اللي خلاني امشي، وده اللي خلاني احس باحباط. وسبحان الله اليوم ده حصل لي شيء لذيذ جدا برضه احب اشاركه معاك الصراحه. يعني انا مفشوخ طول الاسبوع بجد، بشتغل كتير جدا، وفي تاسك لازم تتسلم في الويك اند. اوكي. والتيم ما شاء الله يعني في كذا حد يسدوا كله. بس انا كان عندي التزامات، وكان لازم اعمل حاجات في الويك اند دي، فكنتش هعرف خالص اشتغل في الويك اند. فجت الاوبريشن مانجر بتقول لي كريم اعمل حسابك هتنزل الجمعه والسبت كمان علشان عندنا ديدلاين وبتاع. قلت لها معلش انا اسف، عندي كوميتمنتس ومش هقدر اخلص كل اللي اقدر عليه النهارده، وهاند اوفر اللي باقي للتيم، ويعني ربنا معاكم في الديو ديت. اوكي. حصل شد وجذب، واصوات ابتدت تروح وتيجي. اوكي. في عصافير في المكان. ايوه. فلقيت البورد اللي هو مديرتي. ايوه. طلع من الدور اللي تحت. في ايه يا جماعه صوتكم عالي ليه؟ طبعا احنا صوتنا كان نص ما سمعوش من بس تحت. العصافير بس العصافير سمعوا. ايوه سمعوا. ايوه ده. فطلع طيب ايه المشكله؟ قلت له انا عندي 1 2 3 مش عارف اشتغل في الويك اند. فقال لي جمله ضايقتني. قال لي يعني ايه ما البنات هينزلوا يشتغلوا في الويك اند؟ فقلت له بص هي مش مساله بنات وولاد، انا عندي ظروف، انا عندي كوميتمنت، انا لازم اعمل 1 2 3. وقلت له على 1 2 3. فقال لي طب خلينا نشوف هتيجي ولا لا. قلت له تمام عافيه يعني. قلت له تمام، لو ما جيتش تمام هتعمل. وخلصت شغل اللي عليا ونزلت ومشيت، وجيت يوم الاحد التيم بقى اللي قاعد في الويك اند شغال، ما حدش بيبص لي، كلهم قاعدين باصين في اللابتوب. انت نزلت في الويك اند؟ ما نزلتش في الويك اند. رحت يوم الاحد. اوكي. هم كانوا نزلوا بقى في الويك اند. فهم متضايقين مني جدا بقى ان انا ما نزلتش ومحدش بيكلمني، وكلهم قاعدين باصين كده. وبعدين فهو نده لي وقال لي انا ما كنتش متوقع منك كده وبتاع، بس انا يعني ما كانش في حاجه في ايدي اعملها. انا كان عندي ظرف وبلغته له، ومش مقصر في حاجه. يعني انا مش دايما ما بظهرش وما بشتغلش، لا بالعكس انا شايل شغل كتير جدا. فقدمت استقالتي واحنا واقفين، قلت له بص السلام عليكم انا ماشي. ويصادف ان احنا كنا في اخر الشهر، وده يعني تراكمات الديدلاينز بتظهر دايما في الفتره دي. واستقلت وايميديتلي. اوكي. ونزلت في الشارع رايح العربيه، مش عارف بقى انا هعمل ايه في حياتي. انا خلاص سورس اوف انكم بتاعي اتقطع، وانا مش عارف اعمل ايه. والله قبل ما اوصل للعربيه جالي مكالمتين من شركتين مختلفتين اقسم بالله. سبحان الله، من المواقف اللي بجد انا مش هنساها. انا ما قدمتش في شغل، ما كنتش عارف ان انا هستقيل، ما دورتش على حاجه. انت كنت بتسعى كده عملت اللي عليك، وفي الاخر ربنا ما بيقفلش باب يعني عبثا، لحكمه هو اللي عارفها 100%. وبجد يعني فكره ان انت تقول اصل ليه يا رب كده، انت مش ضحيه. صح. ده 1 2 انت عملت اللي عليك 100%. انت باصص في مرايتك عارف ان انت مش مقصر، ما غلطتش في حاجه. فيوم هتمشي عشان اول حاجه احساسك بانه كرامتك بقى اللي هي ايه، انا الباب ده مش بتاعي. صح. وده هو ربنا بيسبب الاسباب. انت وارد جدا تقابل نفس الشخص بعد كام سنه يقول لك انا قصرت معاك او حقك عليا، او انه اصلا هو مش غلطان وانت مش غلطان، وهو الراجل كان عنده ديدلاين مهم جدا وانت كان عندك التزام كبير جدا. بس هو ربنا اراد انه التوقيت ده في باب جديد هيتفتح عشان تسعى فيه وتتحرك فيه.
فمن هنا انا يعني هي قصه لطيفه جدا، بس انا عايز اعرف فين المانجنج دايركتور، فين مديره الشركه من الموضوع. انا والله فين موجود يعني اختفت موجود. هي في الحاجات دي بتختفي. في هي جابتك وقالت و... بقى ايه صح، معاك ربنا. عيش بقى انت. سؤال بس، ال 1200 ولا ال 1100 جابت الفلوس الفرق ولا انت خلاص كده؟ دفعوا فرق، والله دفعوا ماشي. فرق جدا. الحمد لله. والحمد لله. بالمناسبة يعني وبمناسبة الفلوس، أنا في فترة من فترات حياتي اشتغلت سيلز في مصنع أكاسيد. معرفش أنا حكيت لك القصة دي قبل كده ولا لأ؟ حكيتها لك؟ لا. ماشي. ايه مصنع اكاسيد؟ الأكسيد ده هو المادة الخام. اكاسيد ده مش اسم جمع المصنع؟ أكسيد. جمع اكسيد. اسمه سيدال. الأكسيد ده المادة الخام حلو. بتاعة البينتنج والدهانات. قبل ما تبقى ليكويد وسائل بتبقى باودر. طب الباودر ده انت في الصعيد بيستخدموه بميه ارخص من البلاستيك، وان هم يشتروا البلاستيك جاهز وبتاع، وبيشتروا كميات بالشكاير يعني، وبيدخل في الدهانات بتاعتهم. ليه؟ الحراره العاليه جدا بتستهلك الدهانات والالوان من عنده. زي ما انت بتشوف دايما في البيوت بتاعه الصعيد. وزائد ان هي الحوائط عندهم بعضها بياخد الدهانات دايركت على الحيطة ومن غير بطانة، من غير ساعات بتبقى المواد المستخدمة خشب مش عارف ايه. المهم مش موضوعنا. الموضوع ان انا كنت في اولى جامعة تقريبا، كان حصل تانية جامعة اسف، وكان حصل عندي حالة وفاة كبيرة كده، وكنت عايز اسيب القاهرة بأي شكل. فاشتغلت في المصنع ده، كان في الملك الصالح، وكان حد من معارفنا يعني، واشتغلت معاها. كانت مديرة المصنع موجودة يعني. اسمها يعني ربنا يديها الصحة، معرفش هي عايشة أو لأ، بس يعني بجد واحدة من البيزنس وومنز الشاطرة جدا. بجد اتعلمت منها حاجات كتير جدا في البيزنس، في فكرة السعي والمثابرة، وإنك تقاوح وتدي كل طاقتك في الشغل. واحدة عندها 70 سنة أو أكتر شوية، بتشتغل لوحدها في المصنع. هي عشان ده كان موجود زمان، دلوقتي ما عادش فكرة الأكاسيد 100% مش مطلوبة وبتاع، غير في القرى والنجوع اللي في الصعيد. المهم أنا اشتغلت معاها 6 شهور. الشغل عبارة عن إيه؟ إن أنت بتنزل خط الصعيد كله، بتاخده من أسوان لحد ما تيجي على آخر محطة في الصعيد اللي هي الفيوم. فأنت بتاخد القطر تنزل في أسوان، ترجع كل ده محطات بقى بالعربية قطر وات ايفر يعني، بس انت بتنزل قرى حوالين كل محافظة. فالقضية الأساسية أول يوم اشتغلت، هتنزل أسوان في مورد هناك كبير، تاجر حداد وبويات. انت مش هيبقى معاك غير فلوس القطر في الرايح، فلوس الراجع والبيات بتاع الفنادق هتاخدها منين؟ من التاجر الكبير اللي في أسوان. اوكي. وانا تمام، انا يعني اكيد هو خد الايصال اهو، الفلوس الدنيا تمام هتسلم وتستلم وشكرا. سهله. ايه الجمال ده. واروح اسوان. وصلت اسوان يا معلم اكتر من 16 ساعه. 16 ساعه في قطر. يعني احنا كنا كام 2007 تقريبا. فانا وصلت اسوان على الظهر بعد 16 ساعة. أنا مسافر من اليوم اللي قبله مش فاكر إمتى، وواصل فعلا تعبان بموت. بس أنا لازم أول حاجة هعملها، أنا معيش فلوس الفندق أصلا، لازم أول حاجة أعملها إيه؟ تروح للتاجر. بالظبط. فرحت للتاجر. أنا رايح إمتى؟ الظهر. فأنا رحت لقيت فيه ولد صغير كده، لا مفيش حد هنا، مشي. إيه يا سيدنا؟ مفيش حد، تعال العصر. ماشي. رحت قعدت على قهوة الناحية التانية أنا مفيش. وبعدين جيت العصر، فلقيت راجل ضخم كده وهيبة وشنب يا حاج احنا شركة مصنع سيدال، احنا لينا المفروض عندكم 2500 عشان تحصيلات الشحنة اللي فاتت قال لي شحنة ايه؟ انت مين؟ اصلا بقى احنا دافعين كل اللي علينا. مين؟ يا حاج ازاي الايصالات اهي ودي الدفعة اللي المفروض تدفع؟ لا كان شغال جاب لك حسن وخد كل حاجة.
والله. يا نهار اه ابيض. والله. حسن حصل وحسن. الله ينور عليك. فانا بقيت واقف كده، قلت له يا حاج الايصالات اهي. قال لي مفيش ايصالات، كلمه عندنا عقد، يلا مشي. والله. امم. فانا مشيت وبقيتش فاهم اعمل ايه، والفلوس اللي كانت في جيبي اخر 10-20 جنيه جبت بيهم كوبايه شاي في باتيه بتاع الدنيا تمام. مبقتش عارف اعمل ايه. واحنا العصر وكلمتها قالت لي مفيش الكلام ده، انت لازم تحصل منه. يعني اعمل ايه؟ انا مبقتش عارف اعمل ايه بجد. فالمهم رحت قاعد على الرصيف اللي جنب القهوه، لاني معيش فلوس بقى، انا هقعد هشرب، هيقول لي اشرب. ففجاه لقيت القهوجي بيقول لي مالك؟ تعالى اقعد، انت كنت قاعد. قلت له لا ما انا معيش فلوس. قال لي يا سيدي اقعد، انا ببقى نجيب لك ميه وشاي. ده شويه شاي وميه يعني. فناس جميله اسوانيين يعني. ايوه طبعا. فبجد انا ما بقيتش فاهم اللي هو طب هعمل ايه. ففضلت قاعد. فالقهوجي جه فكر كده، قال لي مالك يعني شايل هم؟ قلت له انا دلوقتي الراجل ده لينا فلوس عنده وبتاع الايصالات. قال لي بص استنى على المغرب، اخوه راجل زي السكر، هتقعد معاه تخلص لك هيحللك كل حاجه. مشاكل. فانا رحت على المغرب بعد ما انا نمت على الكرسي حرفيا قدامه الناحيه التانيه. ما هو الوحيد اللي لينا فلوس عنده في اسوان. أيوة. كان ممكن اروح احاول في حته، كان ممكن اعمل اي حاجه، بس فعلا انا متكتف، ولا هعرف ارجع ولا هعرف اعمل اي حاجه، وخايف برضو على الكريدت ان انا احرقه بتاع الموبايل. اكلم بقى صح. مديرة المصنع كل شويه. بس فرحت لاخوه راجل زي السكر. اتفضل، ايه اللي حصل؟ قلت له حصل كذا 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 كذا، بغض النظر عن الفلوس انا اطرد، ده راجل غريب عندكم، راجل ضيف في بلدكم، تطردوني من مكانكم؟ يا عم انا راجل كذاب وجاي اسرقكم، بس معايا ورق بيقول ان انا ليا حاجه. قال لي وريني الايصالات دي. فوريته الايصالات. قال لي يبقى انت صادق. قلت له يعني انا اكيد ما انا صادق، ما هو اكلمه حسن اللي كان موجود قبلي. شوفوا حسن حسن فين. يعني هو الراجل مشي عشان ظروفه الصحيه، كان عنده حاجه و40 سنه ولا حاجه، ما اعرفش انا، ما اعرفش مشي ليه، وما اعرفش هو حصل ولا لا، بس الايصالات اهي. قال لي شوف انا هديك ايصال واحد منهم، بس حسن انا هعرف اجيب حاج منه. قلت له تمام، وهديك الفلوس دي لاجل ان انت تبات وتروح ولا تكمل شغل. قلت له الله يبارك لك، انا الوضع عندي كده، انا يعني مرضي مرضي مرضي، مش عايز حاجه تانية والله بالدنيا. العظيم. وفعلا وراح عازمني على الغداء وقال لي بقول لك انا هقول لك على خريطه التجار بما انك شاب حلو ومكافح. والله العظيم خريطه التجار والقرى اللي حوالينا تقدر تجيب منهم ازاي واكلمهم لك يا تظبط معاهم. المهم مره في الثانيه في الثالثه وكملت الخط كله والحمد لله. انا المصنع ده اكبر مبيعات كان عاملها حوالي 40,000 جنيه. انا مشيت بعد 6 شهور وانا عامل 400,000 جنيه ما شاء الله. 2007. انا مشيت بقى لاني خلاص يعني كنت جبت اخري من تعب الطريق والمشوار بتاع القطر. وفي النص انت بتقابل حكايات وناس طبعا. وناس ترفع عليك سلاح، لو انت ايه اللي جابك هنا وانت بتعاكس عيالنا وانت مش عارف ايه. بس كانت تجربة بجد علمتني ربنا ما بيضيعش سعي. صح. ربنا ما بيضيعش مجهود، ولو مش متشاف. صاحبة المصنع ما شافتش، شافت النتيجة في الآخر. أنا ما شفتش، بس أنا شايف النتيجة دلوقتي. صح. إنك مهما قابلت صعب هتقابل إيه؟ بجد والله يعني هتقابل إيه؟ إن أنت يعني اترفع عليك سلاح في الصعيد ولا مش عارف إيه ولا، واتعلمت في ناس بجد هم واضحين جدا مهما كانت درجة صياعتك وذكائك، هو قمة في الوضوح. 1+1=2. بس صح. ويعني فكرة ان انت تفضل تحاول لحد ما توصل، دي حاجة بجد مشرفة. والواحد لما بيلاقي النتيجة بتاعتها بعدين بيتبسط. هقول ولا تقول؟ قول انت. لا هقول. لا والله. تقول. لا طيب كنت هقول حاجة لذيذة جدا، ان احنا اوقات بنعمل حاجات ما بنبقاش عارفين نتيجتها خالص، واوقات بنتحط في مواقف ما بنبقاش عارفين سببها. وبعد وقت طويل جدا تقول ياه
انا اللحظه دي لو ما كانتش حصلت في حياتي ما كنتش هبقى انا دلوقتي. انا هسألك سؤال، انا لو ما صبرتش وقعدت على القهوه ونمت على الكرسي. ومشيت روحت، صح اتصرفت في اي فلوس باي حته وروحت، صح. هبيع الموبايل واروح. هي كده اللي هو انا مش وش بهدله، معلش يعني. هو في الاخر تبقى القيمه كده، انا مش وش بهدله، وانا ما اتهنش كده والراجل يشتمني ولا يزقني في يطردني من ما المكان. هو ما ليش مشي برضه، يعني مم. مشي. مشي الكلام مشي معايا بس الكلام. عشان الرقابه. بس هي فعلا هي لحظه فارقه، صح. اروح انا اتهان كده. ما هو مم. في لحظه جات لي في بالي ان هو لو وصلت لاخر اليوم وما خدتش فلوس مم. هعمل ايه؟ وبجد انا وصلت للليفل ده، لانه هي في شعرايه ما بين انك تكمل. وقالها لي واحد صاحبي مهندس برضو بالمناسبه يعني، قال لي دايما في لحظه ما بين انك توصل للفينش لاين وانت بتجري في ماراثون، وما بين انك تقعد وتقول انا تعبت. انت مش عارف هي امتى، لانك وانت في السبق او وانت بتجري وعايز توصل للاوبجيكتيف او الهدف بتاعك، انت مش عارف هو هيوصل امتى، انت مكمل بس مش هتقعد صح. تحسب الدقايق والوقت. ماراثون. ففي مم. الاخر اللحظه اللي انت هتقول انا تعبت فيها، اعرف انك قربت توصل بجد. مم. فلا هتكمل يا هتقع مكانك وحد تاني هيعدي. صح. ومش هتبقى وصلت لحاجه، بالظبط يعني مش هتبقى وصلت لحاجه. بالظبط. وفي نوع تاني برضو مختلف من مم. السعي اللي ما بيتشافش، اللي احنا شخصيا اوقات ما بنشوفش ان احنا بنعمله. بس هقول لك على حاجه بقى، السعي انت ده اتضايقت ليه؟ ناخده بعد اتضايقت قهوه ليه؟ وسكاره بقى، بريك. نسعى في بريك. 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 بريك سلم عليا. اهلا. تحفه جدا.